السلام عليكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من يا ابن اللعيبه. النهارده الحلقه هتتكلم عن مباراه الاهلي وسان جورج اللي كسب فيها 4-0 مع الرأفة، وكان حاطط رجل على رجل وهو بيلعب. في البدايه طبعا حابب اقول اداء ولا اجمل ولا اروع من محمد مجدي قفشه، اتعودنا عليه من زمان بالاداء ده، بس النهارده هو رجع يعني الى حد ما جزء من مستواه، ونقول لك عاش يا قفشه والله. جون جميل جدا من فاول محطوط زي ما قال الكتاب بالظبط، بس اوحش حاجه في الجون الصراحه ايه يا عم قفشه عرف يديك اللي انت عامله ده، بس لو هيجيب معاك احنا موافقين. طبعا في البدايه عايز اتكلم بقى عن محمود عبد المنعم. كهربا باين عليك قوي الضغط يا كهربا، لازم تلعب اريح من كده بشويه. باين عليك انت مش عارف تاخد قرارات كويس عشان انت مستعجل عايز تجيب الجوان بسرعه عشان تقول لكولر طبعا ان انت جبت لي مودست بس انا لسه موجود. فاهدى شويه يا عم كهربا، يعني عايزين نشوف منك قرارات اهدى من كده عشان تعرف تاخد قراراتك صح. وزمايلي حاولت تساعده ان هم اول ما جالهم ضربه الجزاء هو اللي جابها، بس مش هو طبعا المسدد الاول ولا الثاني عندنا في ضربات الجزاء، فادوا له بقى ضربه الجزاء دي قالوا له يلا ارجع لمستواك وهات اهداف ويلا بينا تاني. فيعني حتى في ضربه الجزاء يعني جاي شاطها في النص، فده بياكد لك ان هو خايف حتى يجازف ان هو يحطها في اليمين ولا في الشمال، فقال لك انا عايز اضمنها واحطها في النص. بس اللي عجبني ان هم بيدوا الكوره لمحمود عبد المنعم كهربا، لقيت كولر باصص لهم عامل لهم يا اولاد الذين فين مصلحه الفرقه. عايز اتكلم بقى عن امام عاشور اللي كل مباراه شكلنا هنقعد نتكلم عليه كتير. يعني لعيب الصراحه جبار في نص الملعب، يعني بيعرف يتحرك تكتيكيا وبينقل الملعب صح وبيحرك الفرقه، فاداء جميل جدا الصراحه وسلس من امام عاشور. وشفنا له كام لقطه كده، بس لا مش هو. كريم الدبيس النهارده عمل مباراه هايله وحاول يثبت لكولر ان انا ممكن اقدر اخد مكان علي معلول في الماتشات اللي هو هيبقى عايز يريح فيها. بس كريم تحس منه كده في يعني في عرضياته لمحه من لمحات عرضيات علي معلول، وده بان جدا ان هو مذاكر علي معلول كويس جدا وبيحاول يستفيد من ان هو بيتمرن معاه. فبرافو عليك يا كريم دبيس، حاول اشرب منه على قد ما تقدر. كلنا خدنا بالنا من حتى وش كهربا بان عليه التغيير اول ما ابتدى يجيب الجون الثاني والرابع للنادي الاهلي، فهو ده اللي كان محتاجه كهربا، ويا ريت يكون هو الهدفين دول الحافز ليه تاني انه يبقى هداف افريقيا للموسم الثاني على التوالي ويرجع تاني لمستواه. وبعد الجون راح حضن كولر وقال له اديني جبت لك جون اهو بالهيد يا تلعبني بعد كده. طبعا سان جورج النهارده والله شكلهم احسن بكتير من المباراه اللي فاتت، يعني حاولوا يضغطوا على الاهلي اخر تلت ساعه بس دي كانت النتيجه. طبعا فريق يعني على ما تفرج زي ما قلنا المره اللي فاتت، بس النهارده كان شكلهم احسن من المره اللي فاتت ولعبوا 5-4-1، وكان في بدايه التحول الهجومي كان دايما من واحد من الاربعه دول تلاقيه جري على المهاجم الثاني عشان يعملوا 1-1 مع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. عايز بقى اتكلم على قصه ان عبد القادر جه ناحيه اليمين وشفنا كريستو ناحيه الشمال. طبعا انا يعني فهمت ان كولر بيحاول يجرب ان هو عايز اجنحه تحاول تعرض وهي من وضع الحركه وهو ما بيجروا يعرضوا. ده طبعا هيبقى لمين؟ ده طبعا هيبقى لخدمه مودست ان شاء الله، وهو يعني عشان نعرف نستفيد من عرضياته من العرضيات انها تساعده ان هو يقدر بيتمركز صح ويعرف يلعب بدماغه كويس. فحسيت ان هو كان النهارده يا اما عملها وحس ان هو غلط وقال لك لا، يا اما كان بيجرب اللي هو على الماتشات الجايه هنشوفها اكتر. فيعني هي المباراه تسمح ان انت تجرب فيها فمش مهم هنعديها له. كان باين جدا النهارده على محمد هاني ان هو مش في الفورمه خالص النهارده، تحسه ان هو مرهق جدا. فانا كان من وجهه نظري ان هو كان يرتاح ويبتدي بكريم فؤاد بدل منه، وبعد كده يلعب كريم فؤاد تاني وينزل اخر ربع ساعه ولا اخر تلت ساعه محمد هاني. فكان النهارده محمد هاني من اسوأ مبارياته الفتره اللي فاتت، تحس ان هو تقيل بدنيا جدا مش قادر يجري، وانا مستغرب ان ده بعد رابع مباراه فقط. كوكا النهارده قدم مباراه جميله سلسه هاديه بيلعب السهل، فيعني هو ده اهم حاجه في مركز 6 ان هو يلعب المباراه بسلاسه ما يستفزلكش بالكوره يلعب السهل. فاداء متزن جدا من نبيل كوكا النهارده. فلو عجبك الفيديو يا ريت تنزل تدوس لايك وتعمل سبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. سلام.